خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية جميع المواليع داخل خارج أرض الوطن، وتحية جميع المتتبعين ديالنا، وتنشكركم بزاف على التتبع ديالكم والتفاعل ديالكم معنا. اليوم اخوتي جينا لكم فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله. واليوم كما تلاحظوا معنا اخوتي راحنا مخرجين الدجاج يتشمش، وهذا الموضوع اخوتي نعطي فيه بعض المعلومات، وهاد المعلومات اخوتي تيطبقوا حتى على الحمام اخوتي. ولكن قبل ما نبدا بهاد المعلومات اخوتي نعطيهم، نتمنوا تكتبوا لي في التعاليق تجاوبوني على واحد السؤال بالنسبه للناس اللي ما بين الدجاج وما بين الحمام اخوتي. فاش تطلقوا اخوتي الدجاج وتطلقوا الحمام ديالكم، واش عمركم تسالتوا مع راسكم اخوتي شنو الفائده ديال هاد الشمش بالنسبه للحمام اخوتي بالنسبه للدجاج؟ شنو هي الفوائد ديالهم وباش صالحه لهم اخوتي؟ احنا ان شاء الله هنجاوب على هاد الاسئله اخوتي في هاد الفيديو هذا، ونتمنى اخوتي يعجبكم الحال. ونقول لكم اخوتي حتى السبب علاش نعطي الخضروات اخوتي للدجاج. هاد الخضروات هادي علاش نعطيها للدجاج، هادشي كلشي غتعرفوه معنا اخوتي في هاد الفيديو. ونتمنى اخوتي اللي ما اشتركش في القناه ديالنا يشترك باش يبقى يوصلو كل نهار جديد. ونبداو على بركه الله. اول حاجه اخوتي الشمس مهمه اخوتي ومفيده بزاف للدجاج، وكما تلاحظوا معنا راه الدجاج ها هو دابا مخرجو تيتشمش، ولكن ما مشاش للشمس حيت الماكله هنا. نجي لهنا ونهزلو هاد السطل ونعطيها اخوتي الماكله تما ليه باش يتجمع لي في الشمس. ونقول لكم حدا الشمس اخوتي ها انتوما. اهم حاجه اخوتي نبداو الموضوع ديالنا على بركه الله اخوتي. كما تلاحظوا معايا اخوتي لا في هذا الفيديو لا فيديوهات من قبل اخوتي ديما تنجي وتنخرج الدجاج وتنخرجوا لهاد البليصه يتشمش، وتتشوفوها اخوتي تيجي وتيبقى يجلس صافي لا متشماش، وتحط له هاد الماكله وتياكلها. نهضروا اول حاجه علاش مزيانه لهم هاد الشمس اخوتي باش تفيدهم. هاد الشمس اخوتي راها مهمه وبزاف اخوتي بالنسبه للدجاج، راه فيها بزاف ديال الفوائد اللي تقدر كما قلت لكم طرحت عليكم داك السؤال اللي بزاف من الاشخاص يكونوا ما بين الحمام وما بين الدجاج وما عارفينهاش. من ضمن هاد الفوائد اخوتي راه لا يمكن اخوتي تكون اخوتي عندك فلوس، غنبداو من مرحله الفلوس باش يولي دجاج هذاك المرحله كلها. راه لا يمكن اخوتي تكمل داك المرحله ما بين الفلوس للدجاجه باش يولي من الفلوس للعتوقه ولا من الفلوس لديك ويعيش بها وداك الشيء بلا ما يتعرض للشمس. بحيث اخوتي داك الشمس اللي تيتعرض لها هاد الفلوس ملي تيكون صغير، سواء الفلوس سواء الفرخة الحمام زعلود الحمام سواء اخوتي بيبي اي نوع ديال الطيور، خصو في هاد الفتره بحال دابا مثلا حنا كيما عارفين اخوتي على الدجاج تيفقسو ما بين التفقاس اخوتي والمرحله باش يولي يديك واجد وتولي الدجاجه واجده وتتبيض خصو 6 شهور. هاد 6 شهور اخوتي راه ضروري خص لداك الديك وداك الدجاجه اخوتي يتعرضوا فيها لاشعه الشمس، حيت اخوتي داك الشمس تساعد هاد الديك وهاد الدجاجه على باش داك الدوره ديال الحياه ديالهم تكمل، فهمتوني؟ حيت لا يعقل اخوتي تشد فلوس وتبقى حاشيه اخوتي في الظلام ويخرج لك فلوس اخوتي بصحه جيده وطبيعي وداك الشيء، راه لا يمكن اخوتي، فهمتوني؟ ضروري خصو الضو، وخصو واحد النسبه ديال الضو، واحد السوايع ديال الضو في النهار، فهمتوني اخوتي؟ راه اي واحد تيربي الدجاج راه يكون ملاحظ هذا الموضوع. راه الساعه فاش تبقى داير شي فلوس اخوتي في كارطون، وراه في الكارطون وتتعرضوا للاشعه ديال الضو، فهمتوني اخوتي؟ داك الاشعه الشمس اول فائده عندها تتساعد باش تطور داك الدوره ديال الحياه اخوتي ديال الفلالس. دابا ندوزو لثاني فائده. هاد الشمس اخوتي فيها واحد المكونات اللي ضروري يحتاج لهم الدجاج. شنو هما هاد المكونات؟ فيها اخوتي واحد الفيتامينات وواحد المعادن
اللي ما تقدرش تعطيهم بالدجاج مقصر، فهمتوني؟ بحال دابا مثلا، واهم فيتامين اخوتي اللي تيحتاجو الدجاج اخوتي في هاد الاشعه ديال الشمس هو الفيتامين دي اخوتي، حيت هاد الفيتامين دي راه مفيد للدجاج وخاصيه الفلالس. علاش قلت لكم اخوتي الدجاج ما بين اخوتي السلد الفلوس التوجات تيكون اخوتي حتى يكبر العظام ديالو وتيكبر اللحم ديالو. هاد الفيتامين دي شنو الدور ديالو في الحياه؟ هو بحال دابا بالنسبه للبشر تيقوي اخوتي العظام ديال الانسان وتيقوي لهم سنانهم. اما الدجاج والحمام تيقوي لهم العظام، حيت كما تنعرفوا الطيور ما عندهمش الاسنان، تيقوي لهم العظام ديالهم. داك الفيتامين دي تيقوي لهم العظام ديالهم اخوتي، فهمتوني؟ وباش يكتسبوا هاد الفيتامين دي تيكتسبوه اخوتي بالضوء، بداك الاشعه الشمس اللي انت تتخرج ليها داك الاشعه الشمس اخوتي تتخرج ليها انت فلالتك وتتخرج ليها دجاجك، راه ماشي تشوفهم اخوتي ناعس تقول صافي راهي ناعس تيتشمش وصافي، لا، راه هو اخوتي داك التشميشه تيكون ناقص واحد البروتينات اللي هو بداك البروتين دي اخوتي، داك الفيتامين دي راه تيكون ناقصو وتيمشي وتيخرج بداك الشميشه باش اخوتي تيكتسب داك الفيتامين دي، فهمتوني؟ باش انا تنصحكم ديما تشوفوني ساعه بحرجهم يتشمشوا مره في النهار ولا مره في اليومين، بعدا الضو تيبقى ضارب لهم في الشجله، والله اللي ما تيكونش ضارب لهم في الشجله تنخرجهم يتشمشوا على هذا الحساب. وكاينه حاجه وحده اخرى اخوتي اللي هي قلت لكم كاينه فائده وحده اخرى لهاد الاشعه الشمس اللي هي اخوتي التقويه ديال الجهاز المناعي. هي التقويه اخوتي ديال الجهاز المناعي والوقايه من جميع الامراض. بحال دابا مثلا تيكون عندك اخوتي شي دجاجه معوبشه، تتقولي مع راسك هادي راه معوبشه، نخرجها الشبيشه نضرب فيها الشمس بحال التواقد. راه شحال من واحد اخوتي تيقولها، اللي تيقولها اخوتي مع راسك كتبها لنا في الكومونتيرات، تتقول اخوتي هادشي بلا ما تقول لا قاري عليه لا والو، راه معروفه. تتقول داك الشمس تتعاون ما تبقاش داك التعوبيشه اخوتي لا في الحمام لا في الدجاج لا في كلشي، تتعطيهم الادويه ديالهم اللي دير لهم وتتخرجوا للتشمشوا. واش دابا مثلا اخوتي نعطيكم واحد المثال، عندك دجاجه مريضه ولا حبابه مريضه اخوتي، فهمتوني؟ مرضات لك، شحال بواحد فينا اخوتي راه تيعطيها الدواء ما تيحطهاش في الظلام، تيحطها اخوتي في البليصه مشمشه باش تشمش اخوتي. داك الشمس راه تتوقيهم اخوتي، تتقوي لهم داك الجهاز المناعي ديالهم هو الاول. بحال دابا الا كان ضعيف الجهاز المناعي ديالو تزيد تقويه له وكاين شي امراض اخوتي وشي حشرات تيعيشوا اخوتي في الظلام، راه واحد دير لهم ما نعرف شنو الدواء اللي درتي لهم ما يموتوش به، ولكن غير تخرج داك الدجاج ولا داك الحمام يخرج يشوف الشمس تيموتوا داك الحشرات، حيت هادوك الحشرات اخوتي تيكونوا موالفين اخوتي على الظل وعلى المكان الرطب اللي فيه الرطوبه ما تضرب فيه لا شمس لا والو. وفاش الساعه فاش يخرجوا بحال دابا مثلا نعطيو حنايا في الانسان، تتكون اخوتي عندك شي سداري في الدار ولا شي ملايه، بحال دابا شي ملايه وتشحال هادي ما نشرتيها ولا ما صبلتيها، تتقول لك الوالده ديالك بحال دابا مثلا دازت واحد السيمانه ولا 2 سيمانات ديال الشتا، تبارك الله يا ربي يرحمنا بالشتا وصافي اخوتي، وداك 2 سيمانات اخوتي ما ضربتش فيها الشمس، جا واحد النهار ضرب الشمس اخوتي، تتقول لك الوالده ديالك طلع هاد الحوايج لشرهم يتشمشوا باش الا كانت فيهم شي حاجه تحيد، حيت كاينين اخوتي شي حشرات حتى في الحوايج تيلصقوا اخوتي باش يكونوا منطقيين، تيلصقوا ولا خليتيهم في الدار راه تيبقاو يتكاتوا. شنو خصك دير لهم؟ تطلع داك الحوايج ولا داك الحاجه اللي باغيها انت تطلعها الشمس. راه كاين اخوتي الناس اللي تيخرجوا الطبالي ديالهم باش يتشمشوا، وكذلك اخوتي الدجاج عاوتاني اخوتي راه خصو يتشمش باش يحيدوا منه داك الحشرات اخوتي اللي تيكونوا في الرطوبه. راه بحال دابا يقدر دابا هاهي الحمام هاهي الدجاجه وهاهي حتى الحمامه ها هما دابا تيتشمشوا، يدخلوا اخوتي
عفوا اخوتي، دخلوا الشله ديالهم، تقص فيهم داك شويه اخوتي ديال داك الحشرات ولا ديال داك بحال دابا داك الحشرات تلقاهم ما باينينش اخوتي، ما تشوفوهمش نتايا وما تاثروش عليهم بزاف، غير هما تنحيدوهم باش ما يبقاش فيهم. تدخلوهم يلصقوا فيهم، عاوتاني فاش يلصقوا فيهم تتخرجوا وما تيموتوا. وشحال من مره اخوتي راه وريتكم فيديوهات ديال الكوربات ديال الحمام وكوربات اخوتي ديال الدجاج، تنخرجوهم اخوتي وتيتشمشوا هنا باش الا كانت فيهم اخوتي شي حاجه تتمشي. فهمتوني؟ هذه هي الفوائد اخوتي ديال الاشعه الشمس. حنايا متفقين. دابا ندوزو للحاله الثانيه اللي هي انا عندي مثلا الكراج وما فيهش الشمس، وبغيت اخوتي تا الحمام ديالي يستافد من داك ضوء الشمس. اول حاجه اخوتي شنو خصك دير؟ خصك دير لهم شي شريجم باش تخليهم من اشعه الشمس. الا ما عندكش اخوتي كيفاش دير لهم، اجي الدور التالي باش نقول لكم كيفاش تعوضوا لاشعه الشمس. واخا داك الشيء ما يتعوضش 100%، بعدا تعوض منه بعدا شي نقولوا مثلا الا خرج شي الحمام والدجاج اخوتي للسطح وتشمش يكتسب داك الفيتامين دي، واحد 90% يقدر يكتسبو اخوتي. اما هاد المساله اللي نعطيكم دابا يقدر يكتسبو اخوتي بحال هذاك 50% 40%، فهمتوني؟ ماشي 100%. اللي هي اخوتي تنعوض لهم داك الفيتامين دي بهذا الربيع. هذا الربيع اللي تنعطيهم اخوتي راه فيه مجموعه الفيتامينات ومجموعه المقويات. راه اخوتي انا نجي تنعطيهم اخوتي قزبور، تنعطيهم الثومه، تنعطيهم البصله، تنعطيهم اخوتي الحلبه، تنعطيهم اخوتي قشور البيض، تنعطيهم اخوتي بطاطا، خيزو شي مرات تيبقى هكذا تنحكو تنعطيه لهم، تنعطيهم اخوتي القرعه، تنعطيهم اخوتي هكا الا بقى ديسه بحال دابا هكذا مثلا التشيل ولا شي حاجه هكذا بقات شي تشيله ضايعه ولا هذيك تنعطيها لهم تياكلوا داكشي مزيان منها. فهمتوني؟ هادشي تتعوضهم شي شويه بحال دابا داك الايامات الشتا، فاش تكون الشتا تعطيهم هذا الربيع بحال يكتسبوا داك الفيتامينات اللي محتاجينها، واللي تيكونوا داك الفيتامينات في الشمس ما بينهم الفيتامين دي. فهمتيني؟ ولا تندوزو للخيار التالي اللي اغلبيه ديال الناس تيديروه، وتتلاحظ بحال دابا عند بنادم عنده فيرما، تتلقى انسان عنده فيرما فيها 50 دجاجه، لا يعقل اخوتي 50 دجاجه يخرجها كامله للشمس، شنو تيدير لها؟ ولا 50 ما نهضرش على هاد الدجاج البلدي الفيومي وهاد البلدي، نهضروا على الدجاج الابيض اللي تيتباع اخوتي، اللي تيتباع هكذا في الحوالت هنايا في الشوارع وتناكلو منه داك الدجاج الابيض. هذاك اخوتي تتلقاه اخوتي العظم ديالو قاصح وما مريض ما والو فيه اللحم باش. هذاك اخوتي شنو تتحتاج الدجاجه؟ تتحتاج اخوتي جوج حوايج مهمين، هي الشمس والماكله. هو تيوفر لهم الماكله الكافيه ديالهم اللي تقدهم، ولكن الشمس تقول لي انت ما تجيبها. كاين اخوتي واحد البولات تيتباعوا تيكونوا اخوتي بحال اشعه الشمس، تدير لهم داك البولات وتخليهم مشعول عليهم. داك البولات اخوتي بلاش تيفيدوهم، تيعطيوهم اخوتي داك الاشعه اللي باغيين داك الضوء اللي باغيين يكتسبوه. وثاني حاجه تيعطيوهم اخوتي السخونيه، حيت الشمس ما بين الفوائد ديالها هي تدفي الحمام، راه تدفيه فاش تخرج الدجاج اخوتي الشمس راه تيدفى. وهاد صحاب المعاملات صحاب الفيرمات اخوتي تيديروا داك البولات باش يكتسبوا شويه ديال الاشعه الشمس ويدفاو اخوتي. هذه هي المعلومات اللي بغيت نبارطاجي معاكم. دابا اخوتي شنو غندير بعد ما عطيناكم هاد المعلومات؟ نتمنى اخوتي يتمناو يفيدوكم. دابا اخوتي نشوف واش كاين شي بيض عندهم ونبلعكم شويه في الحمام باش ديك الساعه نساليو الفيديو ديالنا. اخوتي اليوم راني مريض اخوتي شكوى الله، واخا هكاك راني نسالي لكم الفيديو باش ما تبقاوش بلاش. ها نتوما اخوتي اول حصيله البيض، ها نتوما، وهنا جوج كاينين فهاد البلاصه. هنا اخوتي راه ما كاينينش، ها نتوما. بالنسبه لهنا راه وحيده
كاينه. ها انتوما كاينين 6. هذا اخوتي علاش ما بقاوش يبيضوا فيها، يمكن حيت هادي هبطات لهم. ندير لها هكا. دابا ديك الساعه نخليهم تما حتى نكون هابط ان شاء الله. ندوزو دابا للحميمات اخوتي، هما مازالين تيقصيو. هانتوما ما شاء الله. هاد النهار اخوتي راني عاد جيت من الخدمه باش انا جيت لكم هاد الفيديو معطل. ها هما نتوما الحميمات اخوتي ان شاء الله. هادي راه كانت حافظه على بيضه. هادي واش بيضت لا مازال؟ مازال اخوتي. ها هما الزعالين. كاين هاد الزعلول الاحمر اخوتي. ها انتما ما شاء الله. كاين اخوتي هاد الزعلول. وكاين هذاك راه هو. حنا نخرجو. راهما واكلين ناضيين اخوتي. خصني دابا اخوتي على مال الحد ان شاء الله، وداك الساعه نشطب لهم. هادو راه مازالين عشين هنا. هانتوما اخوتي، ها هما الحميمات ما شاء الله. دابا راه خرجوا شي حاجه، ولكن لا خليهم اخوتي يخرجوا باش ان شاء الله نعمر لهم الماء. ها انتما راه تسالات لهم الماء والماكله، راه هما واكلين ناضين باش اخوتي ديك الساعه ندخلهم. ها انتما اللهم بارك اخوتي تولاو معانا. شالات كي اخوتي ممتاز. هذا هو اخوتي اللي مبيض اللي راه فينا. خوه ما نعرف واش بيض ولا مازال. غنشوفو واش بيض. مازال اخوتي. خصو تنشطب له اخوتي باش نشطب لهم اخوتي ان شاء الله. فاش اجي نشطب نرش هاد الارض بالماء باش شويه تطاب على ما نشطب اخوتي داك الحمام الفوقاني. هو راه مشدود عليه باش اخوتي خصني نعاود لهم اخوتي دابا تا هاد السبوتليكا. نحيد لهم هاديك ونعاود لهم السبوتليكا كبيره. ها انتما ما شاء الله. ها واحد كيا سيافن. ها انتما ما شاء الله. شو اخوتي كي دايروا لهادي. هذا خصني نعمر لهم، نزيد نعمرها لهم بالماء ان شاء الله. نعمرها لهم بالرمله بحال اخوتي يستافدوا منها. دابا اخوتي شفتوا فاش بديت نعطيهم اخوتي الماكله مزيان، الصحه ديالهم مزات، ولكن مازال خصني نقص اخوتي الديوكه. وهنا اخوتي غيكون سالا الفيديو ديالنا. نتمنى اخوتي تكونوا تولعتوا معنا شويه واستفدتوا معنا في هذه المعلومات اخوتي. مره فاش تجي شي معلومه جديده اخوتي غنبارطاجيها معكم، واي جديد اخوتي وقع سواء في الدجاج سواء في الحمام غنبقى نبارطاجي معكم. ونتمنى اخوتي يعجبكم الفيديو وتشتركوا معنا، ما بقى والو 3000 مشترك.
نتمنى اخوتي نوصلوها في اقرب وقت. اللي عنده شي سؤال ولا شي تفسير كتبوا لنا في التعاليق، وما تنساوش اخوتي تصليو على رسول صلى الله عليه وسلم باش نلاحظوا حنا وحنتوما الاجر. اخوتي اللهم صل عليك رسول الله. واخر حاجه نقولها اللي هي تحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونتشافوا في فيديو قادم وموضوع القادم ان شاء الله.